اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم ايس كريم مانجا بطريقه سهله جدا بمكونين 2 بس هتعمليه في البيت. طعمه بجد تحفه، طعم المانجا طبيعي جدا. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. عندي مانجايه كبيره انا جمدتها في الفريزر لحد ما تلجت وبعد كده قطعتها. عندي كريم شانتيه دريم. هبتدي انزل بقطع المانجا وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من كريم شانتيه دريم. انا هنا مش هزود ولا سكر ولا عسل نحل خالص، لان انا هكتفي بالسكر اللي في المانجا، والكريم شانتيه كمان فيه سكر. هبتدي اخفقهم بالمضرب الكهرباء بالشكل ده لحد ما يديني قوام كريمي وهش. طريقته سهله خالص. بصي عمل معايا كميه قد ايه دي من مانجايه واحده. طعمه بجد خطير يا جماعه. امشي بنفس الطريقه اللي قلتلك عليها هيطلع معاكي مظبوط جدا. هجيب بقى عندي علبه تلاجة ونزلت فيها بالايس كريم زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده هبتدي بقى اساوي السطح بتاع الايس كريم، وهجيب عندي كيس تلاجة وهغطيه علشان لما يجمد في الفريزر ما يعملش اي بلورات من التلج. وادخله بقى الفريزر لمدة 4 أو 5 ساعات لحد ما يتجمد خالص معايا، وهيطلع معايا وهيبقى بالشكل ده. طريقته سهلة زي ما انا وريتهولك، بجد طعمه خطير منجز جدا. هتعمليه هيعجب جدا الولاد في جو الصيف دوت. بيبقى الواحد محتاج حاجة ترطب كده على قلبهم في الجو الحر دوت. لو جالك اي ضيف على غفلة هتقدمي منه، بجد طعمه خطير. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. وممكن تعملي اي نوع فاكهة تاني، ممكن تعملي الفراولة بنفس الطريقة، الاناناس، اي نوع فاكهة هتعمليه بنفس الطريقة هيطلع معاكي بجد تحفة. طعم الفاكهة طبيعي جدا من غير اي مواد حافظة. اعمليه في البيت هيعجب جدا الولاد ويعجب اي حد يدوقه. استنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك مع قناة مطبخ فوفا. والف هنا وشفا. سلام عليكم.